السلام عليكم. منو يتفق وياي انه عمار الكوفي خير من مثل العراق في بثوث التوك توك؟ والبارحة شفنا الاعلامية امل علي ظهرت مع عمار الكوفي، وعمار الكوفي صرح انه اكثر متابعي في بثوثه المباشرة من إحصائيات طلع كما اتوقعناها. طلع العراق أولا والسعودية ثانيا والأردن ثالثا، وباقي الدول هي من أوروبا مثل ألمانيا والسويد وتركيا. وبصراحة عمارنا يستاهل كل الخير لأن فنه راقي وشخصيته كاريزما وصاحب أخلاق عالية. خلينا نشوف هذه الإحصائيات مع عمار الكوفي، ويستاهل كل الخير والدعم. واشوفكم بفيديو جديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. دولة أكثر دولة العراق، السعودية. السعودية يعني بعد العراق السعودية، الأردن، تركيا، ألمانيا. واعلى مدن مثل بغداد، هاي طبعا لانه الدول الاجنبيه لانه فيها هوايه جاليه عربيه وكرديه. نعم، هنا المدن المحافظات مثل بغداد، جده، شوف جده المرتبه الثانيه، اربيل، الرياض، عمان. جده والرياض يعني ما شاء الله. السعوديه اكثر يعني اكثر الدول العربيه. اي نعم. فموجودين مثلا موجودين من اليمن، من المغرب، من تونس، بس يمكن بالاحصائيات يعطيك اعلى نسب. يعني من سوريا موجودين، بس هم لانه هسه مثلا جاليه كبيره من سوريا موجودين بتركيا، موجودين بالمانيا، فلهذا يطلع المانيا لانه السيرفر مالهم الماني. بس انا متاكد اكثرهم من اكراد سوريا والسوريين همين موجودين من ضمن من الجزائر، من السويد، الجاليات. كم اغنيه كرديه عندك؟ كم أغنية كردية؟ دقيقة. يعني شوفي أنا عندي هواية قصة، أكثرهم أنا جددت أغاني فلكلور الكردي، وفي يعني أكثر أغاني مالتي يمكن الأغاني اللي أنا يعني أخذت من ألحان جديدة يمكن أغنيتين ثلاثة، بس الباقي هواية أغاني كردية. أنا أحب دائما أجدد الأغاني الفلكلورية، أحب الناس لأنه عندنا أغاني يعني كلش حلوة، وأحب الناس تسمعها يعني بالطريقة الجديدة. يعني يا نادي شجع. شلون؟ يا نادي شجع. اليوم يا عمو. أنا تدرين أنا مو هالقد في كرة قدم. بالرياضة؟ إيه.